سمعتنا دلوقتي قدام الأجانب. أنا كنت بدخل في أي حاجة ببقى شاطرة فيها. كنت في الدراسة شاطرة جدا والحمد لله. أي شغل بخشه ببقى شاطرة فيه كمان. ناقص إيه؟ ما يتعلق بالجواز. أولا موضوع إن أنا أنظف وأروق وأكنس وأمسح، ربنا يخللنا اليابان يا رب. محللنا أزمات كل حاجة. وكارفور وماي واي، يعني ربنا يخللنا كارفور وماي واي. ماي واي منظفات واو. ماي واي منظفات واو، وكارفور برضو جودة كويسة في المنظفات والمفروشات. يعني هو عموما كارفور قرر يتعامل مع الناس اللي مستواها المادي عالي. يا كارفور الناس الغنية اللي مستواها المادي عالي بتجيب حسب انها تعاملت مع اقتصاديات العالم، بتجيب احتياجاتها الأساسية وبتجيب الحاجات بجودة كويسة. فيعني انك مهتم بالطبقة الغنية بس، يعني انت ما بتروحش كارفور فعلا غير اذا كنت غني. بس على فكرة في حاجات في كارفور في متوسط الناس، يعني مش كل كارفور بيخاطب المستوى المادي الغني، في حاجات بتخاطب المستوى المادي البسيط. فهو كارفور غالبا بيخاطب الطبقة اللي هي متوسطة او اعلى من المتوسطة. يعني احيانا بيتعامل مع المتوسطة والفوق متوسطة، فانا بحاول اكون في المتوسط. دي عايزة تتجوز او عايز يتجوز وعمال يصوت. تمام. فانا الحمد لله انا هبقى بريمو في عمايل الاكل. انا بقالي 5 سنين قاعدة في البيت، مش في بالي والله ان انا كنت هرتبط. انا الموضوع بالنسبة لي انا لازم البيت يبقى نظيف جدا. وطبعا ربنا يخلينا اليابان، بتعرف تعمل حاجات حلوة جدا، اليابان والصين. لازم البيت يبقى نظيف جدا، فانا بحاول انظمه وانضفه وارتبه. لازم يبقى كمان الاكل حلو جدا. يعني بحاول قدر الامكان ان انا اشتغل على تنظيف البيت. 5 سنين باخد ماجستير في تنظيف البيت وعمايل الاكل وتنظيم المكان والنظافة. دي افضل ماجستير ممكن تعمليها، علشان ده يبقى بيكمل. لو سافرتي هتحتاجي ده، لو اشتغلتي في اي مكان هتحتاجي ده، لو اتعلمتي في اي حتة هتحتاجي ده. لازم تبقي عندك قدرة على انك تعرفي قدرة فائقة على التنظيف بسرعة والتنظيم السريع للمكان، لان ده لا يقل اهمية عن انك تاكلي كويس. الاتنين مهمين، راحة للعين، راحة للنفسية، راحة للحركة. الكلام ده كله مهم عشان خاطر راحتك وانك تتحركي وتعرفي تعيشي كويسة. وكمان ما يحصل لكيش ازمات كبيرة في حياتك. النظافة والنظام مهمين جدا ومن الايمان. اما بالنسبة لعمايل الاكل يا باشا، فاطبخي يا جارية يا زيدي كلف. قدر الامكانيات بعمل كل حاجة. انا بعرف اعمل كل الاكل وبحب اكل كل الاكل، ومفيش اكل بكره عموما. لكن في الوقت الحالي انا من بعد الاربع 5 سنين دولت صرفت بقول مليون جنيه تقريبا، او يمكن 5 سنين ويمكن اكتر اقل صارفين مليون جنيه تقريبا على تقريبا 3/4 على الاكل. الباقي فواتير كهرباء ونت وميه وجوده. ويا ريته بان علينا يعني. بنحاول ان احنا نعمل شغل وحاجات تفيدنا وتأكلنا وتغذينا وتبقى دنيتنا لطيفة، وننظم وننظف ويبقى حالتنا حلوة. فأنا غالبا علشان أرتبط لازم أرتبط بحد آكل غالبا معظم الوقت كويس.
لو هو مش هيقدر يوفر لي ده انا هوفره لنفسي. انا بقالي سنين لا بهتم بنفسي ولا بجسمي ولا بشعري. شعري علشان الدراسة كنت بتسيب شعري كده يضرب يقلب، الدنيا بايظة، ما اهتمش بتسريحه قوي. اهم حاجة عندي ان انا رايحة الكلية، رايحة الدرس، رايحة المدرسة، ونازلة نظافتي الشخصية، ونازلة اهتمامي بنفسي. اهتمامي بنفسي كان قليل خالص بسبب ان انا ما كنتش بقعد في البيت، كنت بخرج على طول. من بعد ما قعدت في البيت بقيت مدمنة قاعدة ومنديش اي رغبة في ان انا اتحرك من مكاني. لو البلد اتهدت، مش لو بس حصل حرب. ف اهتم بقى النظافة الشخصية عشان دي حاجة مهمة جدا تخليكي تقدري تتحركي كويس. طبيعي اصلا انت كبنت انك مطلوب منك تتحركي جوه البيت، وحركتك غالبا كبنت قليلة. الراجل طبيعته هو اللي يتحرك كتير ويتعب. انت مخلوقة عشان تدلعي، تتبسطي، تهتمي بجسمك، بشكلك، بلبسك. تهتمي بايه بقى؟ لو عايزة تبقي مهتمة وتعملي مجهود، ترسمي، تلوني. الحاجات اللي بتتطلب مهارات عضلية عالية انت محتاجة مهاراتك دي للحمل ان شاء الله والخلف. التعب ده بقى لما تخلفي ان شاء الله توفريه لابنك او بنتك. هو دورك الاساسي كأنثى انك قاعدة في البيت منتظر الراجل بتاعك اللي يجي يتجوزك، ما جاش. احنا برضو مهتمين بنفسنا وبشكلنا. عايزة بقى تشتغلي، فصلي هدوم، اشتغلي خياطة، اعملي ديزاينز على الانترنت، صور فاشن، فصلي فساتين، ارسمي، لوني. على رأي احمد حلمي، بتلعبي ايه؟ كونج فو ايه؟ ما تلعبي سودوكو ولا اي حاجة من الحاجات دي. العبي سودوكو. فالأنثى في حاجات كده قررت تجبرها انها تتحط في حاجة مش بتاعتها، تمسك سلاح وتقتل وتدبح. ايه الكلام ده في وقت الجد؟ دفاع عن النفس. في رجالة صح، اخويا الحمد لله موجود في البيت يحل. انا مش همسك دور الراجل تاني، خلاص بطلت، قررت ابقى انثى. طالما انا بخرج كنت فبتعامل بشكل ذكوري مع الناس بشكل حاد عشان ما يبقاش في حاجة غلط او حرام تحصل. لا ناسية ان انا انثى، لذكر ان شاء الله لما يجي. انا مستنياك على فكرة. تيجي بالسلامة ان شاء الله. آه... ليه تلعبي كاراتيه وكونج فو؟ هو يلاعب بقى اللي هيجي يأذيكي. لا تلعبي كاراتيه ولا كونج فو ولا تايكوندو ولا الكلام ده. العبي باليه، حلو قوي الباليه. انا كان نفسي نيلي كريم تكمل في لعب الباليه عشان كنت بحبه قوي. قال لك لازم من صغرك تتعلمي. العب سلاح، انا هلعب سباحه، ده مهم للياقه البدنيه. انما تلعبي كره قدم اللي هي الحاجات اللي مهانات اللي هي بتنمي عضلاتك مهمه للجواز. لكن تلعبي كونج فو، كاراتيه، مش عارف ايه. ممكن سكواش، وممكن سباحه للبنات. انما كاراتيه، كونج فو، دفاع عن النفس، مصارعة، الحاجات دي بتاعتنا، الحاجات دي للرجالة. فكل ما انت اي راجل في الدنيا مهما كان عنيف ومهما كان صعب تقابليه متحرش اي مكان، يعني مش في مصر بعادة ان حد يرفع عليك سلاح في الشارع، مش سهلة دي، صح؟ بس ف يعني عشان تحصل لازم يبقى في موقف وتكوني في شارع بضلمة ومكان مقفول او شارع هص هص كده. ففي كائنات بشرية ممكن نكلمها، في موبايل ممكن نمسكه نصور، في سبراي ممكن نرشه. يعني ما فيش حاجات تستهلك المهارات البدنية خالص. ملوش لازمة انك تمدي ايدك على اي ذكر. ممكن نحتفوا بالمخدات يعني كرقيقة. انت لما هتيجي تتجوزي وراجل جوزك هيلاقيكي بتمدي ايدك، طب ايه قلة الادب دي؟ ما ينفعش تمدي ايدك، مش داخله مش داخله عركة. هو راجل كويس حبيب قلبي زي الفل، وحش مع السلامة، نتطلق يعني، بس خلاص.
فلا تلعبيه مصارعة ولا يلعبك، احنا مش داخلين حرب. انا عن نفسي انا ببين ان انا ببقى كده وبهدوء وبرقة ومعاملة شيك، وبين انا غصب عني بضطر اتعامل برجولية ونشفان قدام الناس وعلنا علشان ما اقربش ناس ما ينفعش تقرب مني. ليه؟ انا هتعلم الطبخ على اعلى مستوى، هجيب شيفات من افضل اماكن في العالم يا فندم، كل دول العالم، هتعلم اعمل كل الاكلات وكل الوصفات وكل الحاجات. ان انا اعتبر حطيت ايدي على اول الطريق، بقالي كتير في السكه، ونظافه البيت وتنظيمه اول باول، وطنط يابان هتساعدنا بالاجهزه اللي عندها، كده البيت هيبقى نظيف ومية مية مفيهوش اي مشاكل. انا هبقى بيرفكت. انا ما بحبش الميك اب من الاخر، فمش هحط، مش هكلفك يعني. طبيعي حلو، مش هنحتاجه خالص، ولا هحط يوم الفرح عشان تبقى عارف. انا هو عروسه من غير ميك اب خالص ولا نقطه. كريم حلو تفتيح للوش، حاجه حلوه كده. ممكن احط بودره تلج او حاجه تبيض الوش عموما، وهو انا بيضه لوحدي. اكل اكل كويس، حاجه تعمل على التفتيح، لكن احط مكياج مش عارفة. بقى نظبط بقى بالكاميرا بتاعه الموبايل، الفوتو سيشن بقى اسمه ايه ده، الفلاتر، يبقى نخلي الفلاتر تقوم بالواجب، انما انا مش هحط ميك مش هصبغ شعري. هو حلو اصلا لو اهتميت بيه طبيعي هيرجع لونه اساسا بني، في خصل بني، شعري اصلا اسود وفي خصل بني، في لمحات كده بنيه. كنت اصفر وانا صغننه، معرفش ايه اللي حصل له، كان عيني زرقاء وشعري اصفر، معرفش ايه اللي حصل له. كنت اجنبيه مش عارفه، بدلوني في الحضانه. ايه تاني؟ مم. ششوار الشعر، لا ما بحبش الششوار والمكنه والفرد والكلام ده عشان ما بوظش الشعر. كل الحاجات هتبقى طبيعيه. لو في مزاجك تدفع 4-5 آلاف جنيه للميك اب هاتهم، اجيب بيهم خزين اكل ناكل انا وانت. بكده هنبقى في خلال شهر بدل ما احط الميك اب ده على وشي ادخله جوه جسمي، وبكده هنبقى حلينا الازمه. احنا بنقول ان البنات اصلا مش فاهمه حاجه ليه عينيها تحته بيسود، وليه كل ده عشان العناصر الغذائيه اللي ما بتتاكلش، تاكلها بدل ما تحط مكياج، بدل ما تداري بره تصلح جوه.